رسالة إلى العرب. يا عرب، أكتب إليكم لا بالحبر، بل بما تبقى من الغضب في دمي. أكتب لأن الصمت صار شريكا في الجرم، ولأن العروب تذبح كل يوم، ونحن نختلف على اسم الخنجر. يا عرب، بأي حق حولتم الأخ إلى خطر، والجار إلى ضار، واللغة الأم إلى لهجات تتراشق بالنفور؟ كنا أمة تهابها الريح، صرنا شعوبا تخاف من بعضها. رفعتم الرايات وخفضتم الإنسان، صفقتم للنسيان، تركتم النشأ يتعلم الخوف بدل النشيد. يا عرب، لا تقولوا المؤامرة، فالمؤامرة لا تأتي اقتحاما للعيون، إنما تولد حين يصافحها الخائنون. ولا تقولوا الزمن، فالزمن بريء وأنتم المتهمون. العدو لم يدخل من الحدود، دخل من شقوق قلوبكم، من كراسيكم، من طول صمتكم. أكتب هذه الرسالة ولا أنتظر جوابكم، لأن الأوطان لا تحتاج إلى ردكم، بل إلى ضميركم. إن لم نغضب اليوم فمتى؟ وإن لم نحفظ بعضنا فمن سيبقى ليدعى عربيا غدا؟ تحطم الحلم العربي مثل مرآة سقطت من يد التاريخ، فصارت كل شظية تعتقد أنها السماء. يجمعنا الاسم وتفرقنا المرايا. يا عرب، كنا قصيدة واحدة فضاعت القافية، واختلف الوزن وبقي المعنى يتيما. الدم الذي عبر الصحراء يوما صار حدودا وأسلاكا، وصار الأخ يسأل أخاه من أين أنت، كأن الانتماء تهمة. نمشي فوق تاريخ واحد، لكننا نقرأه بعيون متخاصمة، وكل واحد منا يظن الجرح لا يخصه.
لو تعرف أن التفرقة ليست قدرا، بل نسيان طويل لاسمنا الأول. لو تعرف أن التفرقة ليست قدرا، بل نسيان طويل لاسمنا الأول. يا إخوة الدم، كيف صار الدم بيننا أرخص من خلاف وأغلى من مصالحة. نتقن الخطب ونفشل في العناق، نجيد لعن العدو ونعبد خلافنا في الخفاء. نجيد لعن العدو ونعبد خلافنا في الخفاء. نرفع الرايات لا لنجتمع، بل ليعرف السيف أينا يقطع. نتقاسم اللغة والتاريخ والجرح القديم، ثم نختلف على من يصرخ أولا. أنا الضحية ومن يتهم.